حبايبي أبطال 5 ابتدائي، النهاردة هنراجع على أهم مواضيع الترم الأول لعام 2026. قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هنتكلم عليها يا أبطال وهي ما المقصود بخطوط الطول ودوائر العرض. ده شكل السؤال اللي ممكن يجيلي بخصوص خطوط الطول ودوائر العرض. هقول له المقصود بخطوط الطول هي أنصاف دوائر رئيسية تصل ما بين القطبين الشمالي والجنوبي، وطبعا عددهم احنا قلنا 360 خط طول، وخط الطول الرئيسي هو خط جرينتش. طيب، أهمية خطوط الطول إيه يا مستر؟ يعني بما تفسر أهمية خطوط الطول هقول له بتساعد على تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا، وكمان بتساعد في معرفة الزمن وفرق التوقيت ما بين الدول. وعندي معلومة مهمة لازم تكون على دراية بيها، وهي الفرق ما بين كل خط طول وآخر 4 دقايق زمنية. كم؟ 4 دقايق زمنية. طيب، نروح على اللي بعده وهو دوائر العرض. ما المقصود بدوائر العرض يا أبطال؟ هقول له هي دوائر أفقية غير متساوية في الطول، أكبرهم دائرة الاستواء. طيب، عددهم قد إيه؟ هقول له 180 دائرة عرض. طيب، بما تفسر الأهمية الخاصة بدوائر العرض، بما تفسر أهمية دوائر العرض هقول له تساعد في تحديد الموقع شمالا وجنوبا، وتساعد في دراسة المناخ أو في معرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. خلاص، يبقى لو جالي سؤال هنا ممكن يجي لي ما المقصود بخطوط الطول او ما المقصود بدوائر العرض، يبقى عايز التعريف بتاعها. طيب، ممكن يجي لي سؤال تاني بما تفسر اهمية خطوط الطول، هقول له تساعد في تحديد الموقع على سطح الارض شرقا وغربا، وكمان بتعرفني الزمن وفرق التوقيت ما بين الدول. طيب، السؤال اللي بعده ممكن يقول لي ما المقصود بدائرة العرض او بما تفسر أهمية دوائر العرض. تمام يا أبطال؟ أو ممكن يقول لي قارن بين خطوط الطول ودوائر العرض من حيث التعريف والأهمية والخصائص. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها وهي فصول السنة. أنا عندي أبطال دورتين للأرض. عندي إيه؟ عندي دورتين للأرض. الدورة الأولى بتكون آه، حول نفسها أمام الشمس مرة كل 24 ساعة، وده بيؤدي إلى تعاقب الليل والنهار أو شروق الشمس على الأماكن أو المناطق التي تقع في جهة الشرق قبل الأماكن التي تقع في جهة الغرب. طيب، دي أول دورة. الدورة التانية هقول أنا عندي دورة سنوية، دورة يومية، ودي بتؤدي إلى تعاقب الليل والنهار أو حدوث الليل والنهار. وعندي الدورة السنوية وهي دوران الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع. طيب، ده بيؤدي إلى إيه؟ هقول له بيؤدي إلى تعاقب فصول السنة الأربعة اللي هم الربيع والشتاء والخريف والصيف. تمام؟ طيب، السؤال بيجي لي إزاي يا مستر؟ بيقول لي ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع؟ هقول له حدوث فصول السنة الأربعة، أو ترتب عليها حدوث فصول السنة الأربعة. طيب، عندي هنا فصول السنة: فصل الربيع، وعندي فصل الشتاء، وعندي فصل الخريف وفصل الصيف. في فصل الربيع يا أبطال وفصل الخريف بتتعامد الشمس على مدار، هقول له إيه؟ الاستواء أو دائرة الاستواء، بلاش مدار الاستواء عشان ما تتلخبطش. تاني، هقول له بتتعامد الشمس على دائرة الاستواء في فصلي الربيع والخريف. طيب، الصفات يعني الخصائص المناخية لفصل الربيع، هقول له بيسود مصر مناخ معتدل مع وجود حركة رياح، واسمها الرياح دي ايه ابطال؟ رياح الخمسين. دي بتكون محملة بالرمال والأتربة، ودي بتصيب الإنسان ببعض الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، وكمان بتصيب المحاصيل الزراعية ببعض الأضرار. خلاص. طيب، يبقى أنا عندي هنا فصل الربيع
تتعامد الشمس على دائرة الاستواء. خصائص يعني صفات فصل الربيع بيكون المناخ عامل ازاي؟ هقول له يا مستر المناخ بيكون معتدل بس في رياح محملة بالأتربة يطلق عليها رياح الخمسين، دي بتؤدي إلى طبعا تصيب الإنسان ببعض الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، وكمان بتسبب أضرار للمحاصيل الزراعية. طيب فصل الشتاء هقول له تتعامد الشمس على إيه يا مستر؟ على مدار الجدي. تتعامد الشمس على مدار الجدي امتى؟ هقول له في فصل الشتاء. يعني ممكن يقول لي أكمل العبارة الآتية: تتعامد الشمس على مدار الجدي في فصل نقط، هقول له فصل الشتاء. او ممكن يقول لي تتعامد الشمس في فصل الشتاء على مدار نقط، هقول له مدار الجدي. طيب خصائص فصل الشتاء يعني المناخ بيكون عامل ازاي؟ هقول له بيسود مصر المناخ البارد خاصة على المناطق الجبلية المرتفعة، وده بيؤدي أيضا إلى تكوين بعض الجليد على هذه المناطق. وكمان بيكون المناخ بارد على المناطق الداخلية اللي هي بعيدة عن المسطحات المائية. خلاص. طيب وايه كمان؟ واقول له تسقط الامطار على معظم انحاء مصر، وكمان بتسقط على هيئة سلوك فوق جبل سانتي كاترين الذي يقع جنوب سيناء. طيب فصل الخريف هقول له تتعامد الشمس على مدار الاستواء او دائرة الاستواء. خصائص الفصل الخريف هقول له يتميز باعتدال المناخ، وتسقط الأمطار في بعض أنحاء مصر وخاصة في الجهات الشرقية عند جبال البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. طيب تتعامد الشمس على مدار السرطان في فصل نقط، هقول له فصل الصيف طبعا. طيب خصائص فصل الصيف يعني صفاته، هقول له طبعا يتميز بارتفاع درجات الحرارة على المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية من مصر، يعني في صعيد مصر، وبتعتدل الحرارة فوق الجبال والسواحل الشمالية. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي عوامل قيام الحضارة المصرية. أنا عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل دي ساعدت على قيام الحضارة المصرية. طيب يا مستر إيه العوامل الطبيعية؟ هقول له نهر النيل والمناخ المعتدل والموقع الجغرافي والحدود الطبيعية والثروات الطبيعية. كل ده طبعا. تاني عوامل طبيعية اللي ربنا خلقها والإنسان ملوش دخل فيها: نهر النيل، وده ساعد على استقرار المصري القديم على ضفتيه وقيام حرفة الزراعة، وكمان التواصل ما بين الشمال والجنوب، شمال مصر وجنوب مصر. طيب إيه كمان؟ المناخ المعتدل هقول له ساعد على العمل والابتكار، وساعد على بقاء الآثار خالدة حتى الآن. خالدة يعني باقية حتى الآن. الموقع الجغرافي هقول له ساعد مصر على التواصل مع حضارات العالم المختلفة. الحدود الطبيعية ساعدت على حماية مصر من الغزاة. الثروات الطبيعية هقول له طبعا تتميز مصر بوجود ثروات طبيعية زي المعادن والصخور. والمعادن استخدمها المصري القديم في صناعة الأدوات، والصخور استخدمها في بناء الأهرامات ونحت التماثيل. طيب دي اسمها ايه يا مستر؟ دي اسمها عوامل قيام الحضارة المصرية، عوامل طبيعية. اوكي. طيب العوامل الطبيعية ممكن يجي لي سؤال فيها ازاي؟ هيقول لي بما تفسر ساعة نهر النيل على قيام الحضارة المصرية. اه هقول له استقر مصر القديم على ضفتيه وساعد على قيام الزراعة والاستقرار والتواصل ما بين الشمال والجنوب. طيب ايه كمان؟ بما تفسر ساعد مناخ مصر على قيام الحضارة المصرية. هقول له طبعا مناخ مصر ساعد على قيام الحضارة المصرية، هقول له لأنه ساعد على الابتكار وبقاء الآثار خالدة حتى الآن. خلاص يا أبطال. طيب عندي إيه كمان؟ بيقول لي العوامل البشرية هي كفاح وإبداع المصريين القدماء، الجيش المصري، الحكومة المركزية. دي عوامل بشرية. طيب الكفاح المصري ده عمل ايه يعني يا مستر؟ المصري القديم استثمر الموارد الطبيعية اللي موجودة حوالين منه في الطبيعة اللي ربنا خلقها له، ومن خلال العلم والعمل والاجتهاد استطاع ان هو يبني او يعمل على قيام الحضارة المصرية. الجيش المصري هقول له مصر من أقدم الدول التي اهتمت ببناء جيش قوي، وده ساعد على حماية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها.
الحكومة المركزية دورها إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين ومتابعة المشروعات. وكل العوامل دي ساعدت على بناء وقيم الحضارة المصرية القديمة. الأسئلة هتجيلي إزاي؟ هيجيلي مثلا بما تفسر عوامل قيم الحضارة المصرية القديمة. طيب هذكر العوامل الطبيعية والبشرية مع بعض. طيب ممكن يجيلي سؤال بما تفسر ساعد الجيش المصري على قيام الحضارة المصرية القديمة، هقول له طبعا ساعد على حماية البلاد من الأعداء واستقرارها ووحدة أراضيها. تمام؟ طيب نروح على المعلومة اللي بعدها وهي عصور ما قبل التاريخ. احنا طبعا اتكلمنا على العصور وعرفنا ان في عندي عصور ما قبل التاريخ وعندي العصور التاريخية. وهيكون في فيديو موجود يشرح لنا او يوضح لنا ترتيب العصور من عصور ما قبل التاريخ حتى التاريخ الحديث بشكل كده ظريف كده، على انه قصة هيسهل ترتيب الاحداث بتاعت العصور علشان تبقى قاعد ومركز وفاهم يا بطل. طيب عصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل معرفة الانسان الكتابة. طيب العصور دي تتمثل في ايه؟ هقول له في اربع عصور. عندي عصر الحجر القديم، اتنين عصر الحديث، عصر الحجر الحديث يعني، تلاتة عصر المعادن، أربعة عصر ما قبل الأسرات. طيب العصر الحجر القديم ده يا مستر بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن المصري القديم كان عايش فوق الهضاب. كان عايش فين؟ فوق الهضاب، وكان تتصف الحياة بتاعته بالتنقل والترحال، وكان يسكن الكهوف، وطبعا اعتمد على غذائه في صيد الحيوانات وجمع الثمار. طيب وإيه كمان؟ هقول له اكتشف النار في العصر الحجري القديم وصنع أدواته من الحجارة. طيب بعد ما المية جفت يا أبطال فوق الهضاب، إيه اللي حصل؟ طبعا نزل المصري القديم إلى وادي النيل. إلى إيه؟ إلى وادي النيل. ثم عرف الزراعة وتربية الحيوانات وصنع أدواته من الفخار والحجارة. طيب عمل إيه كمان؟ مش عارف. بنى المنازل من الطوب اللبن. خلاص؟ طيب عندي كمان عصر المعادن، وده أصبح المصري القديم أكثر استقرارا بسبب إنه بنى مسكنه من الطوب اللبن واكتشف المعادن وزي الحديد والنحاس وصنع منها الأدوات بتاعته. طيب يبقى أنا عندي هنا العصر الحجري القديم، عرفنا إن هو كان عايش فوق الهضاب وكان بيتغذى على صيد الحيوانات وجمع الثمار، واكتشف النار وصنع أدواته من الحجارة. العصر الحجري الحديث نزل إلى وادي النيل، عرف الزراعة وتربية الحيوانات وصنع أدواته من الفخار والحجارة، وبدأ ببناء المنازل من الطوب اللبن. عصر المعادن اكتشف المعادن وصنع أدواته من المعادن، وأصبح المصري القديم أكثر استقرارا. عصر ما قبل الأسرات هو عصر ما قبل توحيد البلاد تحت حكم ملك واحد. طيب ظهرت عندي القرى من بناء البيوت، ثم ظهرت عندي المدن، ومن تجمع القرى والمدن ظهر عندي أبطال الأقاليم. وكان كل إقليم ليه حاكم وليه معبود وليه شعار. واتحدت هذه الأقاليم إلى مملكتين: مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال تضم أقاليم الوجه البحري، ومملكة الجنوب تضم أقاليم الوجه القبلي. طبعا المملكتين دول توحدوا مرتين. الوحدة الأولى نجحت مملكة الشمال في آه، توحيد البلاد واتخذت أون هليوبلس عاصمة للبلاد. ده كان عام 4242 قبل الميلاد. واحنا قلنا قبل الميلاد يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. وسرعان ما فشلت هذه الوحدة وانقسمت البلاد مرة أخرى. ثم استطاع حاكم طيبة وهو الملك مينا بتوحيد البلاد عام 3200 قبل الميلاد، و بنى مدينة من نفر لتكون عاصمة للبلاد، وبنى جيش قوي، وأسس أول أسرة حاكمة. ومن هنا هتبدأ العصور التاريخية ببداية العصر العتيق. طيب نروح مع بعض للجزء اللي بعده وهو المعادن. أماكن استخراج المعادن في مصر والأهمية الاقتصادية لهذه المعادن. النحاس هو من أقدم المعادن اللي عرفها المصري القديم، وده كان بيتم استخراجه من محافظة البحر الأحمر. وشرحنا
المكان بتاعه بالتفصيل على الخريطة خلال الفيديو اللي قبله اللي بيتكلم على ازاي تحل السؤال الخريطة بكل سهولة. طبعا هيوضح لك او هيخليك تبقى مستعد لحل سؤال الخريطة بكل سهولة بالفعل. طيب، النحاس من أقدم المعادن اللي عرفها المصري القديم، وبيتم استخراجه من محافظة البحر الأحمر. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لمعدن النحاس. لما يجي لي سؤال كده ما تخضش، بما تفسر يعني ليه النحاس مهم؟ هقول له لأنه بيستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء والسبائك. تاني، بيستخدم في صناعة إيه؟ أسلاك الكهرباء والسبائك. الحديد بيستخرج منين يا مستر؟ هقول له بيستخرج من الواحات البحرية في الصحراء الغربية. بما تفسر يدخل في عديد من الصناعات زي ايه يا مستر؟ السكك الحديدية والآلات الثقيلة. بس انت ما قلتش السؤال يا مستر. طبعا. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لمعدن الحديد، هقول له طبعا الاستخدام بتاعه استخدم فيه صناعة الآلات الثقيلة، السكك الحديدية والقطارات. اوكي. طيب، الفوسفات يستخرج من منطقة نقط في الصحراء الغربية، هقول له منطقة أبو طرطور. طيب، بما تفسر الأهمية الاقتصادية لخام الفوسفات، هقول له يستخدم في صناعة الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية والطوب الحراري. طيب، المنجنيز هقول له بيستخرج من منطقة أم بجمة في شبه جزيرة سيناء. أهميته إيه؟ هقول له يستخدم في صناعة الصلب والدهانات. الذهب هقول له يستخرج من منجم السكري في الصحراء الشرقية، ومن المعادن النادرة جدا يا أبطال. والأهمية الاقتصادية بتاعته يستخدم في صناعة الحلي ويدخل في علاج بعض الأمراض. مهم جدا أعرف أماكن استخراج المعادن، مهم جدا أعرف الأهمية الاقتصادية لهذه المعادن، يعني بتستخدم في إيه. اتكلمنا برضو في فيديو اللي فات اللي هو ازاي تحل سؤال الخريطة بكل سهولة على صحاري، يعني مصر والجبال والهضاب اللي موجودة عندي في مصر. عندي شبه جزيرة سيناء موجود فيها إيه؟ موجود فيها جبل سانت كاترين وجبل موسى في محافظة جنوب سيناء. وعندي هضبة اسمها هضبة التيا تقع في وسط شبه جزيرة سيناء. خلاص. طيب، ايه كمان؟ عندي جبال البحر الاحمر دي موجوده في الصحراء الشرقيه. وعندي هضبتين، المعازه شمالا والعبابده جنوبا. طيب، الصحراء الغربية عندي جبال، أقول له جبل العوينات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية أو الجنوب الغربي لمصر بشكل كامل. وعندي هضبتين، في الشمال هضبة اسمها مرمريكا، في الجنوب الغربي هضبة اسمها الجولف الكبير. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها وهي النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر. النباتات الطبيعية موجودة فين؟ هقول له في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وكمان عندي الصحراء المصرية. طبعا هي مش غنية بالنباتات ولكن فيها بعض النباتات هنذكر أساميها دلوقتي. وكمان عندي في المناطق الساحلية. طيب، نبدأ مع بعض بالوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. احنا قلنا قبل كده في الدروس السابقة إن الدلتا موجود فيها أكتر من 50% من مساحة الأراضي الزراعية اللي موجودة في مصر. طيب، ليه؟ هقول له بسبب خصوبة التربة ووجود المياه العذبة. تمام. طيب، ايه النباتات اللي موجودة يا مستر؟ هقول له عندي نباتات طبيعية مثل البردي والبوس. نبات البردي أبطاله ايه كمان؟ ونبات البوس. طيب، نبات البردي ده يا أبطال بيستخدم في ايه؟ هقول له في صناعة الورق قديما. زمان يا أبطال البرديات اللي احنا بنشوفها دي كانت مكتوبة على ورق البردي. ورق البردي دوت طبعا مش زي الورق اللي موجود دلوقتي في الكتب اللي احنا بنستخدمه. لا، ورق البردي ده كان ورق لونه بني وبيبقى السمك بتاعه أدخن من الورق اللي موجود حاليا. ده كانوا بيستخدموه المصريين القدماء في كتابة الأحداث المهمة. طيب، البوص هقول له عندي بيستخدم في صناعة الحصير. يبقى النباتات الطبيعية أو النباتات المائية اللي موجودة في الوادي والدلتا البردي والبوص. طيب، الحيوانات البرية اللي موجودة عندي هقول له عندي الذئاب والثعالب. وكمان عندي
القوارض اللي هي الفئران والأرانب، وعندي من الطيور أبو قردان. طيب السؤال هيجي لي إزاي؟ ممكن يجي لي مثلا آه، يستخرج أو وادي النيل ودلتا موجود فيه نباتات مائية مثل نقط ونقط، هقول له البردي والبوس. من الحيوانات التي تعيش في الوادي والدلتا هقول له رقم واحد الذئاب والثعالب، واتنين القوارض، ومن الطيور عندي أبو قردة. الصحراء المصرية هقول له تتسم بارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار، فالنباتات اللي موجودة هناك يا أبطال لازم تستحمل المناخ الجاف اللي موجود في الصحاري. طيب من أمثلة هذه النباتات إيه يا مستر؟ هقول له الصبار والتين الشوكي، وعندي كمان النخيل. الصبار والتين الشوكي والنخيل. الحيوانات البرية يا أبطال هقول له من الحيوانات البرية اللي موجودة في الصحراء المصرية هي الإبل والغزلان والزواحف، ودي طبعا بتتحمل البيئة الحارة أو الجافة. المناطق الساحلية تتسم بارتفاع نسبة الأملاح وتربة رملية. عندي كمان نباتات طبيعية ونباتات مثمرة ونباتات رعوية ونباتات شجرية. طيب النباتات الطبيعية زي أبطال زي إيه؟ هقول له زي الحشائش، زي مثلا الستبس، ودي طبعا بتكون لا، الستبس هي رعوية تستخدم في رعاية إيه؟ ال- الأغنام والماعز. طيب النباتات الطبيعية دي بتستخدم في بعض الأدوية. وعندي نباتات مثمرة زي التين والزيتون، وعندي نباتات شجرية زي أشجار المانجروف. طيب النباتات دي كلها بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على مياه الأمطار. بتعتمد على إيه يا مستر؟ مياه الأمطار. طيب من أنواع الحيوانات اللي موجودة في المناطق الساحلية هقول له الطيور مثل النورس. عندي الحيوانات البرية الثعالب والأرانب البرية يا أبطال. خلاص؟ طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة. عندي الدلتا الجديدة، ودي موجودة في غرب الدلتا. الهدف منها يا أبطال تحقيق الأمن الغذائي، ودي طبعا زيت مساحة الأرض الزراعية. أوكي. طيب عندي مشروع تاني اسمه الاستزراع السمكي، وده موجود في محافظة كفر الشيخ، واسمه مشروع بركة غليون، والهدف منه زيادة الإنتاج السمكي في مصر. طيب عندي العاصمة الإدارية الجديدة موجودة فين؟ هقول له شرق محافظة القاهرة، والهدف منها تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة. تطوير العشوائيات زي حي السيدة زينب ومنطقة الفسطاط. وعندي كمان الدولة تعمل على تطوير النقل والمواصلات من خلال مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والأتوبيس الترددي، والهدف منه تقليل الازدحام المروري والاعتماد على المصادر المتجددة للحد من التغيرات المناخية. مشروعات الطاقة ومشروع قناة السويس الجديدة، هقول له مشروعات الطاقة عندي محطة بنبان أو قرية بنبان بأسوان، ودي أحد أكبر مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم. وعندي جبل الزيت من أكبر محطات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توليد الكهرباء من الرياح. طيب مشروعات قناة السويس أو مشروع قناة السويس هي قناة جديدة موازية للقناة القديمة، ودي أبطال دورها إنها تعمل على استيعاب عدد سفن أكبر وتقليل زمن مرور السفن. مهم جدا بعد ما حضرتك تسمع الفيديو تحل اختبارات بشكل كبير جدا، وأي سؤال يقف معاك ممكن تكتبه لي في التعليقات وهتلاقيني برد على حضرتك يا بطل. وطبعا تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. هنعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هنبدأ نحل نموذجين من الاختبارات اللي موجودة عندنا علشان نثبت المعلومات اللي احنا قلناها. السؤال الأول بيقول لي الخريطة، جايب لي خريطة صماء وبيقول لي اكتب ما تشير إليه مدلول الأرقام على الخريطة. رقم واحد بحيرة اسمها بحيرة ايه دي أبطال؟ هقول له بحيرة البردوي. بحيرة ايه؟ هقول له البردوي.
طيب اللي بعده، منجم يستخرج منه الذهب هو منجم السكري. ممتاز. موجود فين؟ هقول له في محافظة البحر الأحمر أو في الصحراء الشرقية. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها رقم 3 هنا. هقول له ده البحر المتوسط. المعلومة اللي بعدها رقم 4 يشير إلى إيه؟ هقول له يشير رقم 4 إلى الصحراء. إيه يا مستر؟ هقول له الصحراء الغربية. ممتاز. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها وبيقول لي بما تفسر أهمية الأودية الجافة. طيب نراجع التعريف بتاعها. هقول له الأودية الجافة هي أودية كانت تجري بها المياه ثم جفت. طيب بيستخدموها في إيه؟ هقول له في تخزين المياه عند حدوث السيول. تاني، بيستخدموها في إيه؟ تستخدم في تخزين المياه عند حدوث سيول. خلاص يا أبطال. وكمان بتستخدم بعضها أيضا كطرق للنقل والمواصلات، وكمان بتستخدم في الحصول على المياه الجوفية. طيب بيقول لي رقم 2، عرف عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. بما تفسر. مهم جدا السؤال ده. هقول له بسبب ما حققه ملوك هذا العصر من نهضة اقتصادية كبيرة في العديد من المجالات زي الزراعة والصناعة والتجارة والعمارة. هقول له بسبب ما حققه ملوك هذا العصر من نهضة اقتصادية كبيرة في المجالات المختلفة زي الزراعة والصناعة والتجارة والعمارة. طيب نروح على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي، لحظة بس هنا حطيتها كده. يلا السؤال اللي بعده، محطة العين السخنة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، صح ولا غلط؟ هقول له الإجابة صحيحة. يبقى تاني، محطة العين السخنة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم. هقول له الإجابة صح. رقم 2، استخدم المصريون القدماء نبات البوص في صناعة الورق. هقول له طبعا الإجابة غلط. استخدموا نبات البرد في زراعة الورق. اللي بعده، الجيش أحد العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة. هقول له الإجابة خطأ، من العوامل البشرية. طيب ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس؟ هقول له أدى ذلك إلى إيه يا أبطال؟ تقليل، طبعا قناة السويس الجديد أهو. تقليل زمن عبور السفن، وطبعا استيعاب سفن أكبر حجما، وزيادة الطلب على قناة السويس، وزيادة الدخل القومي لمصر. هكتب كل ده يا مستر؟ لا، ممكن تكتب حاجتين. اكتب ايه مثلا؟ ترتب على ذلك مرور السفن في الاتجاهين، واستيعاب سفن أكبر حجما، وتقليل زمن مرور السفن، وزيادة الدخل القومي. اوكي، يبقى تاني، ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس الجديدة؟ هقول له ترتب على ذلك أبطال مرور السفن في الاتجاهين، واستيعاب سفن أكبر حجما، وإيه كمان؟ وتقليل زمن مرور السفن، وإيه كمان يا مستر؟ وزيادة الدخل القومي. رقم 2، تعرض بعض الأجزاء الشرقية
من مصر للحركات الانكسارية، هقول له ترتب على ذلك تكوين جبال البحر الأحمر. طبعا عندي جبال انكسارية وعندي جبال التوائية. الجبال الانكسارية نشأت نتيجة إيه يا أبطال؟ الحركات الانكسارية، مثل جبال البحر الأحمر. عندي جبال التوائية نشأت نتيجة الحركات الالتوائية، مثل جبال إيه يا مستر؟ جبال أطلس. ودي موجودة عندنا فين يا أبطال؟ موجودة في شمال غرب قارة أفريقيا، في 3 دول. عندي دولة تونس والمغرب والجزائر. دي هتدرسوها إن شاء الله السنة الجاية. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها أو السؤال اللي بعده. كانت عاصمة مملكة الشمال هي بوتو. الشمال بوتو، طبعا مهم جدا لما أجي أراجع المملكتين، أعرف كل عاصمة وأعرف كل شعار وأعرف لون التاج لكل مملكة. طيب، رقم واحد احنا قلنا كانت عاصمة مملكة الشمال بوتو. رقم اتنين، تساعد خطوط الطول في تحديد نقط. اه، خطوط الطول في تحديد ايه يا أبطال؟ في تحديد الوقت. طيب عندي ايه كمان؟ تتعامد الشمس في فصل الشتاء على الشتاء، هقول له مدار الجدي. طيب رقم أربعة، بنيت مناطق اسكندرية في عصر نقط، هقول له مناطق اسكندرية في عصر البطالمة. طيب نروح على السؤال اللي بعده. دليل على صحة العبارة الآتية. أظهر الإسكندر الأكبر احترامه للديانة المصرية القديمة. أقول له طبعا. إيه الدليل على الكلام ده؟ هقول له زار معبد آمون في واحد سيوة. زار معبد آمون في واحد سيوة. وده أدى إلى طبعا ازدهاره لاحترام الديانة المصرية القديمة. طيب رقم اتنين، تؤثر مظاهر السطح على المناخ. هقول له طبعا، حيث ترتفع درجة الحرارة في الأماكن المنخفضة مثل الأودية، وتنخفض الحرارة في المرتفعات مثل جبل سانت كاترين. تاني يا مستر لو سمحت، هقول له ترتفع الحرارة في المناطق المنخفضة مثل الأودية. وإيه كمان؟ وتنخفض في الحرارة في الأماكن المرتفعة مثل إيه يا أبطال؟ جبل سانتي كاترين. سانتي كاترين. طيب المعلومة السؤال اللي بعده بيقول لي أكمل العبارات الآتية. تزايد عدد السكان يؤدي إلى ندرة المياه. هقول له آه العزبة طبعا. تزايد عدد السكان بيؤدي إلى إيه يا أبطال؟ قلة المياه العذبة، وده طبعا بسبب زيادة الاستهلاك. عندي هنا قام المصري القديم بالزراعة والاستقرار على ضفاف، هقول له نهر النيل. تحتوي الصحراء المصرية على حيوانات برية مثل الصحراء المصرية احنا لسه قايلين دلوقتي حالا تحتوي على ايه؟ هقول له على الإبل والزواحف والغزلان. ما المقصود بالتعدين؟ هقول له هو عملية استخراج المعادن من بطن الأرض. التعدين هو عملية استخراج المعادن من باطن الأرض. اللي بعده.
ما العلاقة ما بين موقع مصر والطاقة الشمسية؟ العلاقة ما بين موقع مصر والطاقة الشمسية هقول له مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية بسبب سطوع الشمس على أرضها طول العام. يبقى هنا تاني هقول له إيه؟ مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية. أو علشان بس ما يبقاش الإجابة عندكم شوية تقيلة عليكم، ممكن نقولها بشكل مختلف تاني، وهي ما العلاقة ما بين مصر والطاقة الشمسية؟ هقول له آه، بسبب سطوع الشمس على أرض مصر طول العام تكون مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية. يعني كده كده الاتنين، معلش هو ممكن يكون بالنسبة لك الإجابة شوية طويلة، بس مهم تقولها بشكل كامل. يبقى أنا عندي تاني، مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية بسبب سطوع الشمس على أرضها طول العام. أنا كنت حابب بس أقولها لكم بشكل مختلف علشان بس المعلومة تبقى سهلة، بس هو طبعا هنغير من الإجابة أو هنقلل من الإجابة، فده مش هيبقى بالنسبة لنا كويس. يبقى تاني كده أبطال، عندي هنا ما العلاقة ما بين موقع مصر والطاقة الشمسية؟ هقول له مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية بسبب سطوع الشمس على أرضها طول العام. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة علشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم مستر إسلام الهواري. حبايبي أبطال 5 ابتدائي، النهاردة هنراجع على أهم مواضيع الترم الأول لعام 2026. قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هنتكلم عليها يا أبطال، وهي ما المقصود بخطوط الطول ودوائر العرض؟ ده شكل السؤال اللي ممكن يجيلي بخصوص خطوط الطول ودوائر العرض. هقول له المقصود بخطوط الطول هي أنصاف دوائر رئيسية تصل ما بين القطبين الشمالي والجنوبي، وطبعا عددهم احنا قلنا 360 خط طول، وخط الطول الرئيسي هو خط جرينتش. طيب، أهمية خطوط الطول إيه يا مستر؟ يعني بما تفسر أهمية خطوط الطول هقول له بتساعد على تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا، وكمان بتساعد في معرفة الزمن وفرق التوقيت ما بين الدول. وعندي معلومة مهمة لازم تكون على دراية بيها، وهي الفرق ما بين كل خط طول وآخر 4 دقايق زمنية. كم؟ 4 دقايق زمنية. طيب، نروح على اللي بعده، وهو دوائر العرض. ما المقصود بدوائر العرض يا أبطال؟ هقول له هي دوائر أفقية غير متساوية في الطول، أكبرهم دائرة الاستواء. طيب، عددهم قد إيه؟ هقول له 180 دائرة عرض. طيب، بما تفسر الأهمية الخاصة بدوائر العرض، بما تفسر أهمية دوائر العرض هقول له تساعد في تحديد الموقع شمالا وجنوبا، وتساعد في دراسة المناخ أو في معرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. خلاص. يبقى لو جالي سؤال هنا ممكن يجي لي ما المقصود بخطوط الطول او ما المقصود بدوائر العرض، يبقى عايز التعريف بتاعها. طيب، ممكن يجي لي سؤال تاني بما تفسر اهمية خطوط الطول، هقول له تساعد في تحديد الموقع على سطح الارض شرقا وغربا، وكمان بتعرفني الزمن وفرق التوقيت ما بين الدول. طيب، السؤال اللي بعده ممكن يقول لي ما المقصود بدائرة العرض او بما تفسر أهمية دوائر العرض.
تمام يا أبطال، أو ممكن يقول لي قارن بين خطوط الطول ودوائر العرض من حيث التعريف والأهمية والخصائص. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي فصول السنة. أنا عندي أبطال دورتين للأرض. عندي إيه؟ عندي دورتين للأرض. الدورة الأولى بتكون آه، حول نفسها أمام الشمس مرة كل 24 ساعة، وده بيؤدي إلى تعاقب الليل والنهار أو شروق الشمس على الأماكن أو المناطق التي تقع في جهة الشرق قبل الأماكن التي تقع في جهة الغرب. طيب، دي أول دورة. الدورة التانية هقول أنا عندي دورة سنوية، دورة يومية، ودي بتؤدي إلى تعاقب الليل والنهار أو حدوث الليل والنهار. وعندي الدورة السنوية، وهي دوران الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع. طيب ده بيؤدي إلى إيه؟ هقول له بيؤدي إلى تعاقب فصول السنة الأربعة، اللي هم الربيع والشتاء والخريف والصيف. تمام. طيب السؤال بيجي لي ازاي يا مستر؟ بيقول لي ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع. هقول له حدوث فصول السنة الأربعة، أو ترتب عليها حدوث فصول السنة الأربعة. طيب عندي هنا فصول السنة: فصل الربيع، وعندي فصل الشتاء، وعندي فصل الخريف وفصل الصيف. في فصل الربيع يا أبطال وفصل الخريف بتتعامد الشمس على مدار، هقول له إيه، الاستواء أو دائرة الاستواء. بلاش مدار الاستواء عشان ما تتلخبطش. تاني، هقول له بتتعامد الشمس على دائرة الاستواء في فصلي الربيع والخريف. طيب الصفات يعني الخصائص المناخية لفصل الربيع، هقول له بيسود مصر مناخ معتدل مع وجود حركة رياح، واسمها الرياح دي ايه ابطال؟ رياح الخمسين. دي بتكون محملة بالرمال والأتربة، ودي بتصيب الإنسان ببعض الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، وكمان بتصيب المحاصيل الزراعية ببعض الأضرار. خلاص. طيب يبقى أنا عندي هنا فصل الربيع تتعامد الشمس على دائرة الاستواء. خصائص يعني صفات فصل الربيع بيكون المناخ عامل ازاي؟ هقول له يا مستر المناخ بيكون معتدل، بس في رياح محملة بالأتربة يطلق عليها رياح الخمسين. دي بتؤدي إلى طبعا تصيب الإنسان ببعض الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، وكمان بتسبب أضرار للمحاصيل الزراعية. طيب فصل الشتاء هقول له تتعامد الشمس على إيه يا مستر؟ على مدار الجدي. تتعامل الشمس على مدار الجدي امتى؟ هقول له في فصل الشتاء. يعني ممكن يقول لي اكمل العبارة الآتية: تتعامد الشمس على مدار الجدي في فصل نقط، هقول له فصل الشتاء. او ممكن يقول لي تتعامد الشمس في فصل الشتاء على مدار نقط، هقول له مدار الجدي. طيب خصائص فصل الشتاء يعني المناخ بيكون عامل ازاي؟ هقول له بيسود مصر المناخ البارد، خاصة على المناطق الجبلية المرتفعة، وده بيؤدي أيضا إلى تكوين بعض الجليد على هذه المناطق. وكمان بيكون المناخ بارد على المناطق الداخلية اللي هي بعيدة عن المسطحات المائية. خلاص. طيب وإيه كمان؟ وأقول له تسقط الأمطار على معظم أنحاء مصر، وكمان بتسقط على هيئة سلوك فوق جبل سانتي كاترين الذي يقع جنوب سيناء. طيب فصل الخريف هقول له تتعامد الشمس على مدار الاستواء أو دائرة الاستواء. خصائص الفصل الخريف هقول له يتميز باعتدال المناخ، وتسقط الأمطار في بعض أنحاء مصر، وخاصة في الجهات الشرقية عند جبال البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. طيب تتعامد الشمس على مدار السرطان في فصل نقط، هقول له فصل الصيف طبعا. طيب خصائص فصل الصيف يعني صفاته، هقول له طبعا يتميز بارتفاع درجات الحرارة على المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية من مصر، يعني في صعيد مصر، وبتعتدل الحرارة فوق الجبال والسواحل الشمالية. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي عوامل قيام الحضارة المصرية. أنا عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل دي ساعدت على قيام الحضارة المصرية.
طيب يا مستر، ايه العوامل الطبيعية؟ هقول له نهر النيل، والمناخ المعتدل، والموقع الجغرافي، والحدود الطبيعية، والثروات الطبيعية. كل ده طبعا. تاني عوامل طبيعية اللي ربنا خلقها والإنسان ملوش دخل فيها: نهر النيل، وده ساعد على استقرار المصري القديم على ضفتيه وقيام حرفة الزراعة، وكمان التواصل ما بين الشمال والجنوب، شمال مصر وجنوب مصر. طيب، ايه كمان؟ المناخ المعتدل هقول له ساعد على العمل والابتكار، وساعد على بقاء الآثار خالدة حتى الآن. خالدة يعني باقية حتى الآن. الموقع الجغرافي هقول له ساعد مصر على التواصل مع حضارات العالم المختلفة. الحدود الطبيعية ساعدت على حماية مصر من الغزاة. الثروات الطبيعية هقول له طبعا تتميز مصر بوجود ثروات طبيعية زي المعادن والصخور. والمعادن استخدمها المصري القديم في صناعة الأدوات، والصخور استخدمها في بناء الأهرامات ونحت التماثيل. طيب، دي اسمها ايه يا مستر؟ دي اسمها عوامل قيام الحضارة المصرية. عوامل طبيعية. اوكي. طيب، العوامل الطبيعية ممكن يجي لي سؤال فيها ازاي؟ هيقول لي بما تفسر ساعة نهر النيل على قيام الحضارة المصرية. اه، هقول له استقر مصر القديم على ضفتيه، وساعد على قيام الزراعة والاستقرار والتواصل ما بين الشمال والجنوب. طيب، ايه كمان؟ بما تفسر ساعد مناخ مصر على قيام الحضارة المصرية. هقول له طبعا مناخ مصر ساعد على قيام الحضارة المصرية. هقول له لأنه ساعد على الابتكار وبقاء الآثار خالدة حتى الآن. خلاص يا أبطال. طيب، عندي إيه كمان؟ بيقول لي العوامل البشرية هي كفاح وإبداع المصريين القدماء، الجيش المصري، الحكومة المركزية. دي عوامل بشرية. طيب، الكفاح المصري ده عمل ايه يعني يا مستر؟ المصري القديم استثمر الموارد الطبيعية اللي موجودة حوالين منه في الطبيعة اللي ربنا خلقها له، ومن خلال العلم والعمل والاجتهاد استطاع ان هو يبني او يعمل على قيام الحضارة المصرية. الجيش المصري هقول له مصر من أقدم الدول التي اهتمت ببناء جيش قوي، وده ساعد على حماية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها. الحكومة المركزية دورها إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين ومتابعة المشروعات. وكل العوامل دي ساعدت على بناء وقيام الحضارة المصرية القديمة. الأسئلة هتجيلي إزاي؟ هيجيلي مثلا بما تفسر عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. طيب، هذكر العوامل الطبيعية والبشرية مع بعض. طيب، ممكن يجي لي سؤال بما تفسر ساعد الجيش المصري على قيام الحضارة المصرية القديمة. هقول له طبعا ساعد على حماية البلاد من الأعداء واستقرارها ووحدة أراضيها. تمام؟ طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها وهي عصور ما قبل التاريخ. احنا طبعا اتكلمنا على العصور، وعرفنا ان في عندي عصور ما قبل التاريخ وعندي العصور التاريخية. وهيكون في فيديو موجود يشرح لنا أو يوضح لنا ترتيب العصور من عصور ما قبل التاريخ حتى التاريخ الحديث بشكل كده ظريف كده، على إنه قصة هيسهل ترتيب الأحداث بتاعت العصور علشان تبقى قاعد ومركز وفاهم يا بطل. طيب، عصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل معرفة الإنسان الكتابة. طيب، العصور دي تتمثل في إيه؟ هقول له في 4 عصور. عندي عصر الحجر القديم، 2 عصر الحديث، عصر الحجر الحديث يعني، 3 عصر المعادن، 4 عصر ما قبل الأسرات. طيب، العصر الحجر القديم ده يا مستر بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن المصري القديم كان عايش فوق الهضاب. كان عايش فين؟ فوق الهضاب، وكان تتصف الحياة بتاعته بالتنقل والترحال، وكان يسكن الكهوف، وطبعا اعتمد على غذائه في صيد الحيوانات وجمع الثمار. طيب، وإيه كمان؟ هقول له اكتشف النار في العصر الحجري القديم وصنع أدواته من الحجارة. طيب، بعد ما المية جفت يا أبطال فوق الهضاب، إيه اللي حصل؟ طبعا نزل المصري القديم إلى وادي النيل. إلى إيه؟ إلى وادي النيل. ثم عرف الزراعة وتربية الحيوانات وصنع أدواته من الفخار والحجارة. طيب، عمل إيه كمان؟ مش عارف. بنى المنازل من الطوب اللبن. خلاص. طيب، عندي كمان عصر المعادن، وده أصبح المصري القديم أكثر استقرارا
بسبب إنه بنى مسكنه من الطوب اللبن واكتشف المعادن وزي الحديد والنحاس وصنع منها الأدوات بتاعته. طيب، يبقى أنا عندي هنا العصر الحجري القديم، عرفنا إن هو كان عايش فوق الهضاب وكان بيتغذى على صيد الحيوانات وجمع الثمار، واكتشف النار وصنع أدواته من الحجارة. العصر الحجري الحديث نزل إلى وادي النيل، عرف الزراعة وتربية الحيوانات وصنع أدواته من الفخار والحجارة، وبدأ ببناء المنازل من الطوب اللبن. عصر المعادن اكتشف المعادن وصنع أدواته من المعادن، وأصبح المصري القديم أكثر استقرارا. عصر ما قبل الأسرات هو عصر ما قبل توحيد البلاد تحت حكم ملك واحد. طيب، ظهرت عندي القرى من بناء البيوت، ثم ظهرت عندي المدن، ومن تجمع القرى والمدن ظهر عندي أبطال الأقاليم، وكان كل إقليم ليه حاكم وليه معبود وليه شعار. واتحدت هذه الأقاليم إلى مملكتين: مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال تضم أقاليم الوجه البحري، ومملكة الجنوب تضم أقاليم الوجه القبلي. طبعا المملكتين دول توحدوا مرتين. الوحدة الأولى نجحت مملكة الشمال في آه، توحيد البلاد، واتخذت أون هليوبلس عاصمة البلاد. ده كان عام 4242 قبل الميلاد، واحنا قلنا قبل الميلاد يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. وسرعان ما فشلت هذه الوحدة وانقسمت البلاد مرة أخرى. ثم استطاع حاكم طيبة وهو الملك مينا بتوحيد البلاد عام 3200 قبل الميلاد، و بنى مدينة من نفر لتكون عاصمة للبلاد، وبنى جيش قوي، وأسس أول أسرة حاكمة. ومن هنا هتبدأ العصور التاريخية ببداية العصر العتيق. طيب، نروح مع بعض للجزء اللي بعده وهو المعادن. أماكن استخراج المعادن في مصر والأهمية الاقتصادية لهذه المعادن. النحاس هو من أقدم المعادن اللي عرفها المصري القديم، وده كان بيتم استخراجه من محافظة البحر الأحمر، وشرحنا المكان بتاعه بالتفصيل على الخريطة خلال الفيديو اللي قبله، اللي بيتكلم على ازاي تحل السؤال الخريطة بكل سهولة. طبعا هيوضح لك او هيخليك تبقى مستعد لحل سؤال الخريطة بكل سهولة بالفعل. طيب، النحاس من أقدم المعادن اللي عرفها المصري القديم، وبيتم استخراجه من محافظة البحر الأحمر. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لمعدن النحاس. لما يجي لي سؤال كده ما تخضش، بما تفسر يعني ليه النحاس مهم؟ هقول له لأنه بيستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء والسبائك. تاني، بيستخدم في صناعة إيه؟ أسلاك الكهرباء والسبائك. الحديد بيستخرج منين يا مستر؟ هقول له بيستخرج من الواحات البحرية في الصحراء الغربية. بما تفسر يدخل في عديد من الصناعات زي ايه يا مستر؟ السكك الحديدية والآلات الثقيلة. بس انت ما قلتش السؤال يا مستر. اه طبعا، بما تفسر الأهمية الاقتصادية لمعدن الحديد. هقول له طبعا الاستخدام بتاعه استخدم فيه صناعة الآلات الثقيلة، السكك الحديدية والقطارات. اوكي. طيب، الفوسفات يستخرج من منطقة نقط في الصحراء الغربية. هقول له منطقة أبو طرطور. طيب، بما تفسر الأهمية الاقتصادية لخام الفوسفات. هقول له يستخدم في صناعة الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية والطوب الحراري. طيب، المنجنيز هقول له بيستخرج من منطقة أم بجمة في شبه جزيرة سيناء. أهميته إيه؟ هقول له يستخدم في صناعة الصلب والدهانات. الذهب هقول له يستخرج من منجم السكري في الصحراء الشرقية، ومن المعادن النادرة جدا يا أبطال، والأهمية الاقتصادية بتاعته يستخدم في صناعة الحلي ويدخل في علاج بعض الأمراض. مهم جدا أعرف أماكن استخراج المعادن، مهم جدا أعرف الأهمية الاقتصادية لهذه المعادن، يعني بتستخدم في إيه. اتكلمنا برضو في فيديو اللي فات اللي هو ازاي تحل سؤال الخريطة بكل سهولة على صحاري
يعني مصر والجبال والهضاب اللي موجودة عندي في مصر. عندي شبه جزيرة سيناء موجود فيها إيه؟ موجود فيها جبل سانت كاترين وجبل موسى في محافظة جنوب سيناء. وعندي هضبة اسمها هضبة التيا تقع في وسط شبه جزيرة سيناء. خلاص. طيب ايه كمان؟ عندي جبال البحر الاحمر دي موجوده في الصحراء الشرقيه. وعندي هضبتين، المعازه شمالا والعبابده جنوبا. طيب الصحراء الغربيه عندي جبال، اقول له جبل العوينات في الجنوب الغربي للصحراء الغربيه او الجنوب الغربي لمصر بشكل كامل. وعندي هضبتين في الشمال، هضبه اسمها مرمريكا، في الجنوب الغربي هضبه اسمها الجولف الكبير. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر. النباتات الطبيعية موجودة فين؟ هقول له في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وكمان عندي الصحراء المصرية. طبعا هي مش غنية بالنباتات، ولكن فيها بعض النباتات هنذكر أساميها دلوقتي. وكمان عندي في المناطق الساحلية. طيب نبدأ مع بعض بالوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. احنا قلنا قبل كده في الدروس السابقة إن الدلتا موجود فيها أكتر من 50% من مساحة الأراضي الزراعية اللي موجودة في مصر. طيب ليه؟ هقول بسبب خصوبة التربة ووجود المياه العذبة. تمام. طيب ايه النباتات اللي موجودة يا مستر؟ هقول له عندي نباتات طبيعية مثل البردي والبوس. نبات البردي ابطاله ايه كمان؟ ونبات البوس. طيب نبات البردي ده يا ابطال بيستخدم في ايه؟ هقول له في صناعة الورق قديما. زمان يا ابطال البرديات اللي احنا بنشوفها دي كانت مكتوبة على ورق البردي. ورق البردي دوت طبعا مش زي الورق اللي موجود دلوقتي في الكتب اللي احنا بنستخدمه. لا، ورق البردي ده كان ورق لونه بني، وبيبقى السمك بتاعه أدخن من الورق اللي موجود حاليا. ده كانوا بيستخدموه المصريين القدماء في كتابة الأحداث المهمة. طيب البوص هقول له عندي بيستخدم في صناعة الحصير. يبقى النباتات الطبيعية أو النباتات المائية اللي موجودة في الوادي والدلتا البردي والبوص. طيب الحيوانات البرية اللي موجودة عندي هقول له عندي الذئاب والثعالب. وكمان عندي القوارض اللي هي الفئران والأرانب. وعندي من الطيور أبو قردان. طيب السؤال هيجي لي إزاي؟ ممكن يجي لي مثلا آه، يستخرج أو وادي النيل ودلتا موجود فيه نباتات مائية مثل نقط ونقط. هقول له البردي والبوس. من الحيوانات التي تعيش في الوادي والدلتا هقول له رقم واحد الذئاب والثعالب، واثنين القوارض، ومن الطيور عندي أبو قردان. الصحراء المصرية هقول له تتسم بارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار. فالنباتات اللي موجودة هناك يا أبطال لازم تستحمل المناخ الجاف اللي موجود في الصحاري. طيب من أمثلة هذه النباتات إيه يا مستر؟ هقول له الصبار والتين الشوكي، وعندي كمان النخيل. الصبار والتين الشوكي والنخيل. الحيوانات البرية يا أبطال هقول له من الحيوانات البرية اللي موجودة في الصحراء المصرية هي الإبل والغزلان والزواحف، ودي طبعا بتتحمل البيئة الحارة أو الجافة. المناطق الساحلية تتسم بارتفاع نسبة الأملاح وتربة رملية. عندي كمان نباتات طبيعية ونباتات مثمرة ونباتات رعوية ونباتات شجرية. طيب النباتات الطبيعية زي أبطال زي إيه؟ هقول له زي الحشائش، زي مثلا الستبس، ودي طبعا بتكون لا، الستبس هي رعوية تستخدم في رعاية إيه؟ ال- الأغنام والماعز. طيب النباتات الطبيعية دي بتستخدم في بعض الأدوية. وعندي نباتات مثمرة زي التين والزيتون. وعندي نباتات شجرية زي أشجار المانجروف. طيب النباتات دي كلها بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على مياه الأمطار. بتعتمد على إيه يا مستر؟ مياه الأمطار. طيب من أنواع الحيوانات اللي موجودة في المناطق الساحلية هقول له الطيور مثل النورس. عندي الحيوانات البرية الثعالب والأرانب البرية يا أبطال. خلاص؟ طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة. عندي الدلتا الجديدة
ودي موجودة في غرب الدلتا. الهدف منها يا أبطال تحقيق الأمن الغذائي، ودي طبعا زيت مساحة الأرض الزراعية. أوكي. طيب، عندي مشروع تاني اسمه الاستزراع السمكي، وده موجود في محافظة كفر الشيخ، واسمه مشروع بركة غليون، والهدف منه زيادة الإنتاج السمكي في مصر. طيب، عندي العاصمة الإدارية الجديدة موجودة فين؟ هقول له شرق محافظة القاهرة، والهدف منها تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة. تطوير العشوائيات زي حي السيدة زينب ومنطقة الفسطاط. وعندي كمان الدولة تعمل على تطوير النقل والمواصلات من خلال مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والأتوبيس الترددي، والهدف منه تقليل الازدحام المروري والاعتماد على المصادر المتجددة للحد من التغيرات المناخية. مشروعات الطاقة ومشروع قناة السويس الجديدة. هقول له مشروعات الطاقة عندي محطة بنبان أو قرية بنبان بأسوان، ودي أحد أكبر مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم. وعندي جبل الزيت من أكبر محطات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توليد الكهرباء من الرياح. طيب، مشروعات قناة السويس أو مشروع قناة السويس هي قناة جديدة موازية للقناة القديمة، ودي أبطال دورها إنها تعمل على استيعاب عدد سفن أكبر وتقليل زمن مرور أسفل. مهم جدا بعد ما حضرتك تسمع الفيديو تحل اختبارات بشكل كبير جدا، وأي سؤال يقف معاك ممكن تكتبه لي في التعليقات وهتلاقيني برد على حضرتك يا بطل. وطبعا تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. هنعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هنبدأ نحل نموذجين من الاختبارات اللي موجودة عندنا علشان نثبت المعلومات اللي احنا قلناها. السؤال الأول بيقول لي الخريطة، جايب لي خريطة صماء وبيقول لي اكتب ما تشير إليه مدلول الأرقام على الخريطة. رقم واحد، بحيرة اسمها بحيرة ايه دي أبطال؟ هقول له بحيرة البردوي. بحيرة ايه؟ هقول له البردوي. طيب، اللي بعده منجم يستخرج منه الذهب، هو منجم السكري. ممتاز. موجود فين؟ هقول له في محافظة البحر الأحمر أو في الصحراء الشرقية. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها رقم ثلاثة هنا. هقول له ده البحر المتوسط. المعلومة اللي بعدها رقم أربعة يشير إلى إيه؟ هقول له يشير رقم أربعة إلى الصحراء. إيه يا مستر؟ هقول له الصحراء الغربية. ممتاز. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها وبيقول لي بما تفسر أهمية الأودية الجافة. طيب، نراجع التعريف بتاعها. هقول له الأودية الجافة هي أودية كانت تجري بها المياه ثم جفت. طيب، بيستخدموها في إيه؟ هقول له في تخزين المياه عند حدوث السيول. تاني، بيستخدموها في إيه؟ تستخدم في تخزين المياه عند حدوث سيول. خلاص يا أبطال. وكمان بتستخدم بعضها أيضا كطرق للنقل والمواصلات، وكمان بتستخدم في الحصول على المياه الجوفية. طيب، بيقول لي رقم اتنين عرف عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. بما تفسر. مهم جدا السؤال ده. هقول له بسبب ما حققه ملوك هذا العصر من نهضة اقتصادية كبيرة في العديد من المجالات زي الزراعة والصناعة والتجارة والعمارة. هقول له بسبب ما حققه ملوك هذا العصر من نهضة اقتصادية كبيرة في المجالات المختلفة زي الزراعة والصناعة والتجارة والعمارة.
طيب نروح على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي، لحظة بس هنا حطيتها كده. يلا السؤال اللي بعده: محطة العين السخنة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، صح ولا غلط؟ هقول له الإجابة صحيحة. يبقى تاني، محطة العين السخنة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، هقول له الإجابة صح. رقم اتنين: استخدم المصريون القدماء نبات البوص في صناعة الورق، هقول له طبعا الإجابة غلط، استخدموا نبات البرد في زراعة الورق. اللي بعده: الجيش أحد العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة، هقول له الإجابة خطأ، من العوامل البشرية. طيب ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس؟ هقول له أدى ذلك إلى إيه يا أبطال؟ تقليل، طبعا قناة السويس الجديد أهو، تقليل زمن عبور السفن، وطبعا استيعاب سفن أكبر حجما، وزيادة الطلب على قناة السويس، وزيادة الدخل القومي لمصر. هكتب كل ده يا مستر؟ لا، ممكن تكتب حاجتين. اكتب ايه مثلا؟ ترتب على ذلك مرور السفن في الاتجاهين، واستيعاب سفن أكبر حجما، وتقليل زمن مرور السفن، وزيادة الدخل القومي. اوكي، يبقى تاني: ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس الجديدة؟ هقول له ترتب على ذلك أبطال مرور السفن في الاتجاهين، واستيعاب سفن أكبر حجما، وإيه كمان؟ وتقليل زمن مرور السفن، وإيه كمان يا مستر؟ وزيادة الدخل القومي. رقم اتنين: تعرض بعض الأجزاء الشرقية من مصر للحركات الانكسارية، هقول له ترتب على ذلك تكوين جبال البحر الأحمر. طبعا عندي جبال انكسارية وعندي جبال التوائية. الجبال الانكسارية نشأت نتيجة إيه يا أبطال؟ الحركات الانكسارية، مثل جبال البحر الأحمر. عندي جبال التوائية نشأت نتيجة الحركات الالتوائية، مثل جبال إيه يا مستر؟ جبال أطلس. ودي موجودة عندنا فين يا أبطال؟ موجودة في شمال غرب قارة أفريقيا، في ثلاث دول. عندي دولة تونس والمغرب والجزائر. دي هتدرسوها إن شاء الله السنة الجاية. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها أو السؤال اللي بعده. كانت عاصمة مملكة الشمال هي بوتو. الشمال بوتو، طبعا مهم جدا لما أجي أراجع المملكتين، أعرف كل عاصمة وأعرف كل شعار وأعرف لون التاج لكل مملكة. طيب رقم واحد احنا قلنا كانت عاصمة مملكة الشمال بوتو. رقم اتنين: تساعد خطوط الطول في تحديد نقط. اه، خطوط الطول في تحديد ايه يا ابطال؟ في تحديد الوقت. طيب عندي ايه كمان؟ تتعامد الشمس في فصل الشتاء على الشتاء، هقول له مدار الجدي. طيب رقم أربعة: بنيت مناطق اسكندرية في عصر نقط، هقول له مناطق اسكندرية في عصر البطالمة. طيب نروح على السؤال اللي بعده. دليل على صحة العبارة الآتية: أظهر الإسكندر الأكبر احترامه للديانة المصرية القديمة. أقول له طبعا. إيه الدليل على الكلام ده؟ هقول له زار معبد آمون في واحد سيوة. زار معبد آمون في واحد سيوة. وده أدى إلى طبعا ازدهاره لاحترام الديانة المصرية القديمة. طيب رقم اتنين: تؤثر مظاهر السطح على المناخ. هقول له طبعا.
حيث ترتفع درجة الحرارة في الأماكن المنخفضة مثل الأودية، وتنخفض الحرارة في المرتفعات مثل جبل سانت كاترين. تاني يا مستر لو سمحت، هقول له ترتفع الحرارة في المناطق المنخفضة مثل الأودية، وإيه كمان، وتنخفض في الحرارة في الأماكن المرتفعة مثل إيه يا أبطال؟ جبل سانتي كاترين. سانتي كاترين. طيب المعلومة السؤال اللي بعده بيقول لي أكمل العبارات الآتية. تزايد عدد السكان يؤدي إلى ندرة المياه. هقول له آه العزبة طبعا. تزايد عدد السكان بيؤدي إلى إيه يا أبطال؟ قلة المياه العذبة، وده طبعا بسبب زيادة الاستهلاك. عندي هنا قام المصري القديم بالزراعة والاستقرار على ضفاف. هقول له نهر النيل. تحتوي الصحراء المصرية على حيوانات برية مثل الصحراء المصرية احنا لسه قايلين دلوقتي حالا تحتوي على ايه؟ هقول له على الإبل والزواحف والغزلان. ما المقصود بالتعدين؟ هقول له هو عملية استخراج المعادن من بطن الأرض. التعدين هو عملية استخراج المعادن من باطن الأرض. اللي بعده، ما العلاقة ما بين موقع مصر والطاقة الشمسية؟ العلاقة ما بين موقع مصر والطاقة الشمسية، هقول له مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية بسبب سطوع الشمس على أرضها طول العام. يبقى هنا تاني هقول له إيه؟ مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية. أو علشان بس ما يبقاش الإجابة عندكم شوية تقيلة عليكم، ممكن نقولها بشكل مختلف تاني، وهي ما العلاقة ما بين مصر والطاقة الشمسية؟ هقول له آه، بسبب سطوع الشمس على أرض مصر طول العام تكون مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية. يعني كده كده الاتنين، معلش هو ممكن يكون بالنسبة لك الإجابة شوية طويلة، بس مهم تقولها بشكل كامل. يبقى أنا عندي تاني، مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية بسبب سطوع الشمس على أرضها طول العام. أنا كنت حابب بس أقولها لكم بشكل مختلف علشان بس المعلومة تبقى سهلة، بس هو طبعا هنغير من الإجابة أو هنقلل من الإجابة، فده مش هيبقى بالنسبة لنا كويس. يبقى تاني كده أبطال، عندي هنا ما العلاقة ما بين موقع مصر والطاقة الشمسية؟ هقول له مصر من أكثر الدول الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية بسبب سطوع الشمس على أرضها طول العام. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها.
ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة علشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم مستر إسلام الهواري.